ازيكم يا جماعه؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. آه الفيديو انا عايزه اعمله على يعني يبقى مركز اكتر مع البنات. آه دلوقتي يا جماعه احنا بنشوف خلطات كتير قوي للشعر وللرموش وللجسم نفسه على النت كتير، فبنجري زي العبط نستخدمهم نعملهم. انا واحده من العبط اللي عملت كل ده. سمعت عن وصفة للعين للرموش اللي هي بتاعت الكتان، بذور الكتان واسمه اكليل الجبل. ماشي تمام. المهم انا زي الهبلة كالعادة رحت جربته للرموش. ماشي. وقال ايه؟ وقال صبح وليل. معرفش الوصفة ده كان هو دكتور ولا ايه، وكذا حد قال الوصفة بعده وكده برضو. وانا خدته بقى، قلت بقى دكتور باين او متخصص في التجميل، فقلت هيبقى اكيد يعني كويس يعني وهو ادرى يعني وكده، فقلت اجرب مش هيخسر حاجه. المهم انا عملت الخلطه وكده. حطيتها اول مره لقيت عيني بتحمر. فقلت إيه، يمكن عشان انا ما بنامش كويس وكده. ف فقلت ايه، عادي يعني عادي، مش العيب من عندي، انا ما بنامش، مش من الوصفه اكيد يعني. تاني مرة حطيتها برضو عيني بتحمر. فقلت لا، في حاجة غلط بقى كده، في حاجة غلط فيها، مع ان انا ما بحطش منها كتير وبتخشش جوه عينيا كمان، يعني ايه اللي بيحصل؟ فقعدت برضو، جيت تالت مرة بقى اجربها، لقيت عيني دي الشمال مش تعباني خالص، حمرة دم الاتنين. ودي بقى اتعدت منها، بس ده كان الاكتر. كانت حمرة دم خالص وفيها وجع، يعني متك عليها كده وجع رهيب، كان فيها وجع فظيع. فانا قلت لا، يبقى كده العيب في الوصفه اللي انا عملتها. فايه، قلت لا، اما بطلها واشوف ايه اللي هيحصل بعدها. هي ترى بقى العيب منها ولا اساسا انا عندي حاجه في عيني وجعاني؟ وانا لله الحمد مفيش حاجه في عيني يعني، النظر حتى كويس وكل حاجه. فانا قلت ايه، لا يبقى كده ايه، في حاجه. المهم سبتها وما كنتش بعملها. الحمد لله عيني رجعت طبيعيه زي ما هي، يعني عيني كانت قفلت وورمت من هنا، وكانت وجعاني خالص وحمرة دم. ماما بتقول لي هو حمرة كده، قلت لها طب بعمل الوصفه، قالت لي لا بطلي الوصفه دي. فانا ايه، الصراحه بطلتها خلاص، قفلت لانها هو كانت وجعاني وعامله لي صداع. اول ما سبتها للامانه ما عادش، ما خلاص يعني، ولا حمراء ولا انا حتى والله ما رضيتش يطلع اعملها لكم وانا عيني وجعاني، كان منظرها صعب، فما رضيتش اعمل او اصور حتى عيني كانت عامله ازاي. تمام. دي حاجه، دي بالنسبه للرموش او الوصفات المخصوصه حتى للعين. ما ينفعش اي حد يعملها يا جماعه، الا لو دكتور قالك على حاجه تعمليها لعينك انت براحتك، على رموش بقى، مش رموش والكلام ده. العين بالذات محدش يقرب منها. دي كده الوصفه اللي انا جربتها بنفسي ومفيش نتيجه، ووجعت لي عيني وبوظت لي عيني، ومش عايزه اقول لكم بتقفل عامله ازاي وقرف عليا وحاجه نيله. كنت بصحى الصبح عامله كده وحاجه وحشه قوي. طيب هنيجي بقى لوصفات الشعر. انا واحده ولله الحمد، اكتر واحده متهيألي في العالم عملت وصفات لشعرها. انا الحمد لله شعري مش محتاج وصفات، بس خف شويه يعني، بيقع زي اي حد في العالم شعره بيقع. حتى اللي بيعملوا وصفات شعرهم بيقع بس بيشتغلونا. لما تلاقي واحده شعرها طويل قوي وبعدين طلعت تقول لك ده وصفات، ده من الوصفه دي، ده انا بعمل وبعمل وبرده كان اكليل الجبل ومش عارفه ايه وعامله ايه وكده، وتقول لك اصل شعري مش جينات، لا هي كدابه. ولو وريت لكم صوره قبل كده ان شعرها كان مبهدل، هي كانت شعرها متبهدل، كانت نفسيتها مثلا وحشه، كانت حامل، فطبيعي الحامل بتبقى شعرها متدمر وهي حامل. فهي كدابه. واكبر دليل ان انتوا لو شفتم شعر اخواتها هتلاقوا شعرهم كانوا حلوين، حلو جدا. لما قلت لك مش جينات، لا هي جينات من عندك، هي جينات من العيله، يا عيله ابوكي يا عيله امك. ولو بصيتوا لاخواتها هتلاقوا اخواتها شعرهم حلو، مش اللي هي طالعه فزه كده بسبب الوصفات، لا اولادها بيطلعوا شعرهم حلو. طب حلو ازاي؟ انت بتقولي، انت مش بتقولي جينات، طب عيالك بيطلعوا شعرهم حلو ازاي؟ تمام. انا عملت الوصفات برضو مفيش نتيجه، وقعدت كتير عليها عشان بس محدش يقول لك لا ده انت لازم تقعدي اقل حاجه 3 شهور. لما بتعملي وصفه يعني حتى بتظهر لك علامات بسيطه، مفيش علامات بتظهر خالص. انا قعدت كتير في الوصفات
مفيش حاجه برضو بتظهر يا جماعه. الشعر فعلا بيبقى محتاج علاج، علاج من دكتور او دكتوره متخصصه، بتديكي علاج لشعرك، علاج تاخديه، وده اللي يظبط معاكي كل حاجه، مش وصفات. مش هنشتغل نفسنا اكتر من كده ونقول وصفات، لا. انا الوصفه اللي ظبطت معايا حرفيا، ومش ظبطت ان هي قللت فعلا ان شعري يقع، كانت وصفه الزيوت بتاع الدكتور هاني النظري الله يرحمه، الف رحمه ونور عليه. ده كان تساليه ان شاء ما شاء الله عليه، كان يجي كان حتى بينزل على صفحاته، اي حد بيسال ينزل روجيتا مكتوب فيها علاج للشعر، علاج للشعر، ووصفات اللي قالها وصفات اللي هي الزيوت. انا شعري الحمد لله مش محتاج ينعم، بس كان بينعمه زياده قوي، وكان بيقلل سقوط الشعر، بيقللها حمام زيت. كان هو حتى يكتب لك، وبس مع الروجيتا اللي كان بيكتبها لك كان بيكتب لك علاج، هو بوست عنده في صفحته علاج مع الوصفه، مع الوصفه. مهما كانت شعرك وقع او باظ او شعرك حلو جدا ونفسيتك وحشه، شعرك هيقع. سيبك من المواصفات. وكمان بيظبطوا الاكل وشربهم، اللي هم برضو شعرهم طول بيطلعوا يقولوا وصفات، بيظبطوا اكلهم وشربهم في الخضار كتير، بياكلوا خضار كتير جدا علشان يظبط معاهم في الشعر، بس بيبقى حاطين علاج وشعرهم بيقع، بس مش هيطلعوا يقولوا لكم طبعا احنا شعرنا بيقع كالمعتاد. اصل معلش انا مش هعمل وصفه تيجي تقول لك ده انا لقيت شعري ابتدى يقع، ده انا هرجع للوصفه تاني اللي انا كنت بعملها ومش عارفه. طب انت شعرك بيقع ليه طالما انت وصفاتك صح؟ يعني انت وصفاتك كويسه. يعني مثلا انا اعمل وصفه ولما الوصفه تخلص شعري يقع تاني، يبقى انا عملت ايه؟ مهما كان نفسيتكم، مهما كانت نفسيتكم يا جماعه، بس نفسيتكم وحشه شعركم هيقع. اي حاجه في جسمكم بتبوظ، اي حاجه في جسمكم بتبوظ. شعر بقى، الودان، حتى الودان انا لما نفسيتي بتتعب وداني بتوجعني، اي حاجه. اذا كان نفسيته القلب الواحد بيوجع لو نفسيتك تعبان. انما وصفات يا جماعه انا ما عدتش اعمل وصفات تاني، وما برجحش الوصفات، وخصوصا بتاعه العيون. انما للشعر بقى اي حد يجرب وصفه ومشت معاه براحته. يعني انا بالنسبه لي الشعر انا جربت وصفات كتير جدا 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 فوق الوصف. اللي ما ظبطش معايا الا اللي هم بتوع حمام الزيت، حمام زيوت. فعلا يا جماعه حمام الزيوت اللي تظبط معاكم. وحمام الزيوت بتظبط معاكم في ايه؟ ممكن تقلل تساقط الشعر، بس ما بتطلعش شعر، ما بتطلعش شعر، ومش وهي بتنعمه. يعني الزيوت اللي انا عملتها من تبع الدكتور هاني النظري، انا الزيوت دي مش لاقيها دلوقتي، بس ان شاء الله يعني لو لقيتها هتظبط معايا. بس اقسم بالله كانت جايبه من الاخر في النعومه. انا الحمد لله شعري مش محتاج، بس بيضطر الشعر قوي زياده عن اللزوم، حلو قوي. وكانت في وصفه انا بعملها زمان، ده كان بيطول الشعر فعلا. كانت حبه البركه وزبادي وزيت زيتون. انا ما بعملش برضو اللهم صل على النبي، ما بيقللش، بيقلل السقوط، وما مش بيطلع شعر برضو يا جماعه، بيغذي بصيله الشعر بس، بيغذي بصيله الشعر. انما واحده بقى تطلع لكم كانت قرعه وبقى لها شعر من وصفات، لا مفيش الكلام ده. بيتعالجوا وبياخدوا فلوس، بياخدوا علاج، معلش. فاحنا مش هنشتغل بعض يا جماعه. فابعدوا عن، عايزين تجربوا وصفات الشعر انتوا حرين، بس ابعدوا عن اي وصفه للرموش في العين. انا ما فيش رموش اساسا عندي في عيني من تحت، فانا كنت قلت اجرب اي حاجه. وجعت لي عيني ودمرت لي عيني الصراحه، والحمد لله ان انا لحقتها، لان كان فيها وجع رهيب، كان فيها وجع رهيب. فيعني دي نصيحه مني من واحده انا جربت الوصفات. اللي جرب وصفه بقى براحته، اللي ما جربش اللي جرب براحته، عايز يستمر فيها براحته. انما يا جماعه العامل الاساسي النفسيه، والعامل الاساسي ان انت تعالجي حاجه زي كده، تعالجيها مش وصفات. مهما كان اقسم بالله لو الوصفه دي نازله من السماء مش هتعمل معاكي حاجه الا لو نفسيتك وحشه. نفسيتك كويسه وماشيه كده كويس، هتلاقي نفسك زي الفل وشعرك جميل وكل حاجه. يعني انا قبلوا منه النصيحه، وبلاش حاجه للعين يا جماعه. للشعر مفيش اي مشكله طالما انتوا عايزين شعركم يقع. انا شعري وقع بزياده من وصفات عملتها اقسم بالله وقع، بس الحمد لله يعني الحقه. فربنا معاكم ومعايا. السلام عليكم.